مرحبا واهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم بدنا نعمل اجنحة دجاج بالفرن. فلخلطة اليوم نحتاج تقريبا ما يعادل 1 كيلو جرام اجنحة دجاج كاملة مثل ما اننا شايفين. راح نقطعها وننظفها بعدين. بالنسبة للبهارات راح نحتاج معنا معلقة صغيرة كمون. راح نحتاج معنا معلقة صغيرة زيت سمسم. راح نستخدم معنا معلقة كبيرة دبس رمان. راح نستخدم معنا وحسب الرغبة طبعا اللي هي معلقة كبيرة دبس بفليفلة. وراح نستخدم كمان معلقة كبيرة دبس طماطم أو معجون طماطم. راح نستخدم كمان عنا معلقة صغيرة زنجبيل مطحون. راح نستخدم معنا معلقة صغيرة بودرة ثوم. وراح نستخدم ربع كاسة ليمون، عصير ليمون، بالإضافة لرشة ملح حسب الرغبة. بالإضافة راح نستخدم تقريبا معلقتين كبار صويا صوص. وهلأ راح نبدأ بتنظيف الجوانح. أول شي راح نقسم هذا الطرف نتخلص منه، راح نرميه، وباقي الجناح راح نقسمه بالنص مثل ما راح نشوف بهذا الشكل. راح يكون عنا نصين. راح نتبع هذا الإجراء هلا مع أجنحة الدجاج الموجودة عنا، وبعد ما نخلص راح نغسلهم ونتابع تجهيز الخلطة مثل ما راح نشوف. وهلا مثل ما احنا شايفين بعد ما قطعنا الأجنحة راح نحط له رشة ملح. راح نحط شوية خل أبيض عليهم، وبعدين نحط مي عليهم. راح نعيفهم منقوعين بالمي تقريبا 5 دقايق، وبعدين نغسلهم وننتقل للخطوة اللي بعدها. وهلا رح نبدأ بتجهيز خلطة أجنحة الدجاج. أول شي رح نبدأ بمعلقتين كبار صويا صوص، بعدين رح نحط معلقة صغيرة كمون. رح نستخدم معلقة صغيرة زيت السمسم. رح نستخدم معلقة كبيرة دبس رمان. رح نستخدم معلقة كبيرة دبس بفليفلة. حسب الرغبة، اللي ما بيحبها حدا ممكن يستغني عن دبس الفليفلة. بعدين رح نستخدم معلقة كبيرة معجون طماطم. بعدين رح نستخدم معلقة صغيرة زنجبيل مطحون. نستخدم معلقة صغيرة بودرة ثوم. وهيك بنكون خلصنا من الخلطة. رح نضيف آخر شي عصير الليمون، ونخلط المزيج مع بعضه. وهلا خلال هاي الفترة رح نبدأ بتنظيف أجنحة الدجاج. تركناها منقوعة مثل ما بتعرفوا لمدة 5 دقايق تقريبا مع الخل والملح. رح نبدأ بغسلها وبعدين ننتقل للخطوة اللي بعدها. وهلا بعد ما نظفنا أجنحة الدجاج مثل ما أنا شايفين وغسلناهم، راح أفضيهم بالكيس الخاص بالحفظ بالثلاجة، وبيكون عليه قفل من فوق. راح أفضيهم بالكيس وأضيف عليهم الخلطة اللي عملناها. وهلا مثل ما أنا شايفين أنا حطيت الأجنحة بالكيس. راح أحط فوقهم الخلطة اللي عملناها. وراح سكر الكيس وأقلبهم مع بعض. وهلا مثل ما أنا شايفين حطيناهم بالكيس، وراح نبدأ بتحريكهم مع بعض. عملية تحريك بسيطة عادية، بس مشان الأجنحة تاخد من الخلطة الموجودة. مثل ما أنا شايفين تقريبا كل الأجنحة تعرضت للخلطة الموجودة عنا.
وهلا بعد ما خلطناهم مع بعض مثل ما احنا شايفين، انا رح احطهم بالثلاجة هلا لمدة 4 ساعات كحد ادنى او ليلة كاملة. وبعدين رح نطلعهم ونحطهم بالفرن مثل ما رح نشوف. طبعا اذا انتم مستعجلين اكثر فيكم تعيشوها لمدة ساعة وبعدين تطلعوها على الفرن، بس هي يفضل طبعا يا 4 ساعات كحد ادنى او ليلة كاملة. فانا هلا رح احطها بالوراد وبنرجع بنشوفكم بعد 4 ساعات. انا طلعت الجوانح من البراد ورصيتهم بصينية الفرن. هلا صينية الفرن فينا نستخدم ورق زبدة اذا متوفر عندكم، اذا مو متوفر فيكم ترشوا شوية زيت نباتي على ارض الصينية وتحطوا الجوانح. مثل ما شايفين انا رتبت الجوانح بالطريقة هاي. رح دخلهم على فرن حامي على درجة 220، وبعدين رح نرجع نقابلكم بعد شوي لما يستووا. وهلا تقريبا بعد ساعة و5 دقايق بالفرن مثل ما شايفين طلعت الجوانح. وهلا نحطهم بصحن التقديم وبالصحة والهنا. وهلا بعد ساعة تقريبا و10 دقايق بالفرن طلعنا الجوانح هاي جاهزة للتقديم. رح نحطها بصحن التقديم هلا، وألف صحة وهنا.